ازيكم؟ اهلا بيكم في فيديو جديد على القناة. النهاردة ان شاء الله هشارك معاكم موضوع كيف نتواصل بشكل جيد مع الاخرين. عايزين كده واحنا بنتكلم مع حد نسيب انطباع كويس، على الاقل ما نكونش ضايقناه في حاجة. بس قبل ما ابتدي ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب ودوسوا على زرار الجرس علشان كل الفيديوهات الجديدة توصل لكم اول باول. طيب، مش ساعات كده لما بنيجي نتكلم مع حد نحس ان هو قريب والحديث معاه ممتع وما تبقاش عايز الكلام يخلص، وناس تانية تلاقي ان الكلام معاها كده ممل ودمه بايخ والواحد بيعد اللحظات علشان ينهي المحادثة دي ويمشي. طب ايه الفرق؟ ليه ده كده وليه ده كده؟ بسبب كاريزما الحوار. كاريزما الحوار دي مش بنتولد بيها على حسب ما بيقول الكتاب اللي انا جايبه منه الفيديو ده. بالمناسبه هو الكتاب ده كاريزما الحوار لباتريك كينج. بسبب ان احنا مش فاهمين يعني ايه كاريزما الحوار، فاكرينها حاجه كده. هو طبعا فيها جزء منه بيتولد ليه، لكن في الخبر الكويس انه حتى لو ما اتولدتش ومعاك الكاريزما دي تقدر تكتسبها من خلال اتباع عده تقنيات او اساليب هقولها لك النهارده في الفيديو. ولما تكتسب المهارات دي هتبقى انت كاريزماتيك في الحوار. قبل ما ابتدي اقول ايه هي التقنيات دي، انا عايزه اقول وانوه ان احنا لما بنيجي نتواصل مع اي شخص، التواصل يبقى اما تواصل لفظي او غير لفظي او عاطفي. خلاص، اللفظي اللي هو بالكلمات، غير اللفظي يعني بتحاكي او بتقلد طريقه جلوسه او لغه جسده. العاطفي يعني انت بتشاركه شعور ما، اللي هو زي ما اللي قدامك حاسس انت بتشاركه هذا الاحساس. يعني بتتعاطف مع اللي قدامك لو كان بيحكي شيء دراماتيك، او بتفرح له لو كان فرحان، وهكذا. هو ده التواصل العاطفي. نبتدي بقى في المهارات، في او التقنيات اللي هنتعلمها علشان نبقى متحدثين احسن وبندير حوار بشكل كويس. في تقنية او مهارة اسمها مهارة الانعكاس. يعني ايه الانعكاس؟ الانعكاس يعني انك تقلد الشخص اللي قدامك في اسلوب التواصل اللفظي او غير اللفظي او العاطفي اللي انا لسه قايله لكم عليه من شويه. بقى التواصل اللفظي انت بتستخدم نفس الكلمات اللي قدامك بيستخدمها، او غير اللفظي بتحاكي لغه جسده. يعني لو هو قاعد مثلا منكمش على نفسه، انت بتشاركه لغه الجسد دي. او مثلا هو باسط ايديه، فانت كمان مع اثناء الحوار بتعمل نفس الحركة او الاداء ده. والعاطفي يعني انت بتقلد او بتشارك الشخص اللي قدامك في العواطف او الشعور اللي هو بيشعر بيه من باب التعاطف. بمجرد انك تعمل كده، انك بتحاكيه او بتتواصل معاه بشكل لفظي او غير لفظي او عاطفي، انت لو عملت كده هتوصل له رسالة بتقول له فيها انك مهتم، فاهم، وانكم متفقين في الكلام اللي انتوا بتتكلموا فيه، مفيش اي مشكلة ما بينكم. ولما بتقلد هنا انت مش بتقلد يعني كنوع من التحايل او عدم الاهتمام، انت بتقلد وخلاص. لا، انت حقيقي بتبقى من جواك عايز، جواك نية انك تبني محادثة كويسة، وبالتالي انت بالنية دي بتبتدي تعبر عن مشاركتك اللي قدامك في مشاعره وفي كلامه، من خلال انك بتحاكي اسلوب التواصل اللفظي او غير اللفظي او العاطفي اللي انا قلت عليه من شويه. فهديك مثال توضيحي للنقطه دي. افرض مثلا انك انت جالك ترقيه او علاوه، فرحت جري على شخصك المفضل علشان تتشارك معاه الاخبار الحلوه دي، لكن بتفاجأ ان الشخص ده مش باصص لك اصلا، باصص في الموبايل، بيعاملك بلا اهتمام ولا ما بيشارككش شعور الفرحة والحماس اللي انت بتتكلم بيه. فبنقول بينا وما بين نفسنا ايه يا قليل الذوق ده مش مهتم بكلامي
لا. عشان كده بنقول ان الانعكاس هو انك تحاكي الشخص اللي قدامك، تحسسه انك بتشاركه شعوره وبتحترم الشعور ده. دي حاجة مهمة جدا جدا في التحدث مع اي شخص. وزي ما قلنا الانعكاس ممكن يكون لفظي، غير لفظي، او عاطفي. مثال تاني: تخيل انك في مكتب معالج نفسي وبتنقل له شعورك الغير مريح وقد ايه انت ممتعض، شعورك سيء. فتلاقيه يقولك انا فاهم مدى صعوبة الموضوع عليك. مجرد ان هو قال الجملة دي، رغم ان هو ما قلتش طريقة كلامك ولا طريقة جلوسك، لكنه شاركك تفهمه لشعورك. وهو ده الايه؟ التواصل العاطفي. يبقى التواصل الجذاب، علشان يكون الحوار معاك ممتع وجذاب، لازم الحوار الجذاب يشمل 3 عناصر: تواصل لفظي، غير لفظي، او عاطفي. طبعا انا عارفة ان معظم الناس بيعتقدوا خطأ ان المتحدث الجيد لابد انه يقول اشياء مضحكة او ذكية، لكن الحقيقة ان الناس عايزة تواصل عاطفي، تحسس اللي قدامك انك فاهمه وحاسس بيه. عايزاك تحط في اعتبارك نقطة: انه الانعكاس بيكون احسن لو شخص بيكلم شخص واحد one to one. اما لو كانت المحادثة جماعية في مجموعة جماهير او اشخاص بيتكلموا مع بعض، كل اللي عليك انك تفهم الجو العام، الطاقة اللي منتشرة في المكان ايه، وتبتدي تعبر عن افكارك لفظيا او غير لفظيا بشكل مناسب. مثلا يعني لو لقيت مثلا انه في يعني جو عام طاقته منخفضة، الجو العام بتاع المكان او المحادثة طاقته منخفضة، فيجب عليك انك ما تتكلمش بصوت عالي ومبهج، والعكس صحيح. يبقى لو طيب، في كمان تقنية او مهارة بتسمى قاعدة ال3. قاعدة ال3. طب ليه 3؟ هتعرف دلوقتي. دي قاعدة بتستخدم لمنع سوء المحادثة، يعني علشان المحادثة ما تبقاش سيئة. في قاعدة تنقذ بها المحادثة، في قاعدة ال3 دي اللي هتنقذ بها المحادثة. اصلا سبب ان المحادثة تسوء اننا مشغولين بنفسنا، بحياتنا، عالمنا الخاص، لدرجة انك ما بتعرفش تقدر اللي قدامك. كل اللي همك مشاكلك وحياتك الخاصة. لكن مع قاعدة ال3 علشان المحادثة لا تسوء، في واحد اسمه كارل ألبريشت قدم صيغة بسيطة علشان للكلام او المحادثات، علشان المحادثات لا تسوء. هو بيقول ان كل المحادثات لها 3 اجزاء. اول واحدة بتسمى التصريحات، والتصريحات دي يعني الاراء او الحقائق، او الاراء اللي تبدو زي الحقائق. 2 الاسئلة. 3 كلمات محسنة او رقيقة. تنص بقى قاعدة ال3 على انه لا ينبغي لنا ابدا الادلاء ب3 تصريحات متتالية دون الفصل بينها بسؤال او كلمة لتحسين سير المحادثة. الكلام ده هيبان اكتر في المثال اللي هقوله ده. مثال: انت مثلا بتقول خطأ جدا ان الواحد ياكل سكريات كتير في شهر رمضان. او مثلا انت بتقول انه الواحد بيشبع من اللحمة لان البروتين هو المادة الوحيدة اللي بيتم امتصاصها في المعدة. خلاص، انت بقى لو فضلت تقول الكلام ده كل شوية، وفضلت مكمل بالطريقة دي، كل شوية تقول حقيقة، كل شوية تقول حقيقة، الناس هتشعر بالملل او الغضب، وممكن تحس انك مش بتحترمهم، لانهم في النهاية مش جمهور. هما مش جمهور جاي يسمع مطرب، لا، هما ناس عادية جدا عايزة تحس بالاهتمام. خلاص، فاحسن حاجة تعملها، احسن حاجة انك تقول سؤال عشان تفسح المجال للاخرين انهم يشاركوك الكلام وتحسسوا انك بتحترمه وبتقدره.
فمثلا انا بحب الغردقة قوي، عمرك زرت الغردقة قبل كده؟ شوف شوف ازاي السؤال ممكن يغير الانطباع اللي هياخده اللي قدامك عنك. فكل مرة كل مرة بتقفش فيها نفسك بتقول رأي للمرة التالتة، بتعبر عن رأيك للمرة التالتة على التوالي، حوله لسؤال على طول. فبدل مثلا ما تقول ان المناظرة الرئاسية دي كانت وحشة جدا وفوضوية، ممكن تسأله عن رأيه في المناظرة الرئاسية. طب ايه بقى الجمل المحسنة؟ الجمل المحسنة يعني بتستخدم بعض الكلمات او الجمل بتخفف او بتحسن من تصريحاتك من غير ما يعني تصدم اللي قدامك بشكل مباشر. فده معناه انك بتعترف للاخرين انهم ليهم رأي برضو. فمثلا على سبيل المثال ممكن تقول ايه من ضمن الجمل المحسنة؟ تقول مثلا اعلم انني لا اتكلم نيابة عن الاخرين، لكني شايف ان المسلسل ده طويل وبايخ ودمه تقيل. استخدامك لبعض العبارات زي لا أتكلم بالنيابة عن الجميع، أو يبدو لي، أو قد أكون مخطئا ولكن، وتقول الجملة بتاعتك دي كلها هتنقل اللي قدامك شعور بالاحترام والراحة، وإن انتوا بتتبادلوا الآراء، مش مسألة إن انت واقف عمال تقول رأيك وخلاص. انا مش هطول عن كده، لسه في ان شاء الله حاجات تانية في الكتاب حلوة قوي ان شاء الله اتشاركها معاكم ان شاء الله. يا رب اشوفكم في فيديو جديد على خير. باي باي.